خلف الكرة هناك بوخريس كذلك. انتبهوا عملية التنفيذ. ياجور او بوخريس تلعب الكرة ياجور. اوه حكم يقول ضربة جزاء. اوه ضربة جزاء للرجاء. ضربة جزاء للرجاء وبطاقة صفراء لكمال انيس. ضربة جزاء للرجاء. يقول الحكم سنتابع الإعادة في لقطة كانت صعبة على المشاهد. نتابعوا الصورة، نتابعوا الإعادة. إذا لمست الكرة يد أحد اللاعبين كان ممكن سمير الرشداني. صورة أخرى هنا. الصورة المتوفرة ياسين أمام الحارس الغفير. فرصة لصالح فريق الرجاء. ياسين الصالحي يسجل الهدف الأول لصالح فريق الرجاء. إذا الهدف الأول لصالح فريق الرجاء، الرابع لياسين الصالحي في الدوري المغربي الاحترافي هذا الموسم. إذا اللقاء يعرف تغيير في النتيجة قبل العشر دقائق الأولى. فرحة الصغار والكبار الرجاويين اليوم بهذا الهدف الذي أعطى التقدم لصالح الأخضر الرجاوي. لقاء سينطلق من جديد بمعطيات أخرى بعدما انطلق منذ لحظات بالتعادل والبياض. انتبه عملية تنفيذ الركنية دائرية. الكرة عالية البحث عن راسيو. فرصة. محسن ياجور يسجل الهدف الثاني لصالح فريق الرجاء. جول يدور الرجاء هذا الموسم بامتياز. يسجل الهدف الثاني للرجاء محسن ياجور. غادي نشاهدوا الإعادة. الهدف الثاني للرجاء عن طريق محسن ياجور. شوفوا الإعادة رأسية من الصالحي، طريقة جميلة. ياجور كنترول بالرجل اليمنى وكرة اليسرى. وخلف هذه الكرة ما نساوش كان ياسين الصالحي صاحب التمرير. إذا هدفين مقابل لا شيء. ثامن أهداف محسن ياجور، الهدف الثامن له في الدوري ليصبح صاحب المركز الثالث في الدوري المغربي الهدافي. بوخريس كيرفع كرة عالية في اتجاه ياسين الصالحي. ياسين كيتمكن من الكرة. ياسين كيبعث لضغوطات العمليات كيمرر. فرصة. محسن ياجور يسجل ثالث الأهداف لصالح الرجاء ويعانق الشباك من جديد. محسن ياجور. سنتابع الإعادة. إعادة لهجمة كانت من الجهة اليمنى عن طريق ياسين الصالحي اللي مرر الكرة. كرة داخل منطقة العمليات واستغلت بطريقة جيدة. لاحظوا سليماني كيمرر وياجور يسجل الهدف التاسع له في الدوري المغربي الثالث في هذه المقابلة. إذا ياجور يصبح في المركز الثاني للهدافين في الدوري المغربي ويعود لطعم التسجيل من جديد. تذوق طعم التسجيل رفقة فريق الرجاء.